انا مش هستسلم، انا مش هقع. انا الايجو عندي عادي، ودي حاجه حلوه قوي يعني صحابي عارفينها. بتشجعي الناس ان هم يكونوا سترونج جدا؟ لا خالص. هتعدي يا تسنيم، هذا الوقت سيمضي. بيجي اسوأ. أعزائي المتابعين في بودكاست أصدق كدبة. النهاردة مش هقول أصدق كدبة وهوضح إن في أصدق كدبة، بس هو النهاردة حالة مختلفة شدت انتباهي. كعادة يعني أنا بشتري أكسسوارات زي أي واحدة ست بتضيع فلوسها، فدخلت واشتريت من واحدة معينة، لقيت شغلها حلو قوي وحاجتها حلوة، بس هو أنا بقلب بقى في الانستا بتاعتها، شخصية مش طبيعية، شخصية غريبة، شخصية وراها مغامرة، لدرجة ان انا دخلت واشتريت منها الحاجة وبعد كده قلت لها انا عايزاكي، انت وراكي قصة. فهي ضحكت قالت لي فعلا انا ورايا قصة، انت يعني اللي متابعيني من زمان عارفينها. قلت لها لا، تعالي بقى معانا، وانا محتاجة اسمع القصة مختلفة النهاردة، مش هنقول اصدق كدبة ولا اي حاجة، بس محتاجين نسمع الحوار ده مع الجميلة تسنيم حسن. ازيك؟ كله حلو. عامله ايه؟ حلو الحمد لله. يعني زي ما قلت كده، انت فيكي حاجه، يعني في وراكي حوار طويل. لما جيت اشتريت منك وما شاء الله الاكسسوارز بتاعتك تحفه، ودي هنتكلم عنها، بس انا عايزه اتكلم عن تسنيم. ما قعدت ابص على الانستا، يعني فعلا بتحكي قصه حياه ومتاعب. دي حقيقة. ايه ده؟ دي حقيقة. لا عرفينا كده بقى بالراحه، ايه القصه بتاعتك؟ بدأت القصة دي من الشغل من 15 سنة. كنت طالبة جامعية عادية جدا، خدمة اجتماعية ملاش أي علاقة بالموضوع. بس حصل عندي دروب عاطفي. قصه حب فاشله. قصة حب فاشلة كالعاده بتاعتنا كلنا. وكان السبورت ليا ماما، ووقعت نفسيا زي أي بنت وعياط، وقفلت على نفسي الأوضة وكده. وبدأت كنت في الجامعة، ماما قالت لي طب خدي اعملي حاجة بتحبيها. وانا كنت بحب الاكسسوارز والفاشون جدا. فنزلت جبت تولز وحاجات ب 500 جنيه، مش هنسى المبلغ ده، 500 جنيه. وبدات اجيب حاجات واعملها واصحابي يشجعوني لغايه لما اتجوزت. واتجوزت وفشلت للمره الثانيه، وخرجت منفصله بابني. ربنا يخليك. رجعت تاني، فتحت بقى صناديق القديمه. تعالوا بقى اما نشوف حبايبي اللي ساعدوني في المره الاولى. انت قعدتي يعني متجوزه قد ايه؟ سنتين. سنتين بس ما حصلش توافق فما كملتش. وقلت يعني انط من المركب قبل ما اخرج بيها باولاد كتير. ورجعت بقى فتحت الشغل تاني من اول وجديد، وقعدت اشتغلت وانتكست في كورونا زي كل الناس. بس الناس انتكست في كورونا، انا خدت قرار. انا طول الوقت باخد قرار انه انا مش هقع، كده كده انا مكمله. قعدت قدام كاميرا الموبايل بتاعتي، وقعدت قدام ترابيزة الشغل، ودخلت كورونا. البيج بتاعتي كانت 20,000، خرجت من كورونا 250,000 فيو، 250,000 فولورز. ما بعملش حاجة في حياتي غير اني بشتغل. بقوم من النوم، اصلي الصبح، اقعد على ترابيزتي اشتغل لحد الساعة 2-3 بالليل، واعمل موديلات جديدة وديزاينات جديدة، وارسم واصمم واصور وانزل. احلى سنه في حياتي كانت سنه كورونا. يمكن بعد الانتكاسه الثانيه بتاعت الجواز، هو ده اللي اداكي اندفاع ان انا مش هستسلم. انا مش هستسلم، انا مش هقع، انا هكمل. بصي دايما بقع بمشاكل، ودايما بشوف انه المشاكل بتقوي اللي يقع فيها، ده ضعيف. فدايما الضربه اللي ما بتوقعش لا هي بتقوي. خرجت من كورونا وكملت وكبرت البيج بتاعتي وكبرت شغلي. وفكره ان انت عندك طفل بتبصي له وهو الامل، انت لازم تكملي. وفكره ان الاكسسوارز بالنسبه لي كل شويه لازم تابديتي، لان انت عندك سوق صيني وسوق كبير جدا، لازم تعملي بيس مميزه تلفت نظر حد زيك. لما يدخل يقول لا انا هلبس ايتم مميزه، انا وانا لابسها يعني انا اللي خلاني اجي عندك، انا الايجو عندي عادي، ودي حاجه حلوه قوي يعني صحابي عارفينها. فعجبني قوي حرف الام اللي انا لابساه، اتمنى انه يكون واضح يعني ميم. انا بحب كمان الخط العربي قوي، انا احب العب على التاريخ. عايزه حاجه كده يكون فيها الحرف بس بشكل مختلف فلما لقيتها عندك
الله عجبني قوي الديزاين وعجبني الشكل خصوصا انا احب كمان، يعني انا عندي في شغلي بحب دايما احكي، دايما اقول، فابقى سبورت لغيري. يعني ابقى سبورت لنفسي لما بتقولي الحاجه. لا بس هو قصتك ما وقفتش لغايه كده. لا هي ما وقفتش لغايه احنا عايزين كده، نعرف احنا بقى كملنا. كملي بقى احنا قصتك كملنا الاول بالظبط. وفضلت مكمله في الشغل وعماله اكبر واصمم وخلاص بقى الدنيا ضحكت لي والحياه جميله وردي وبنك. واتجوزت للمره التانية. وبعد ما اتجوزت للمره التانية كمشاكل الحياه والدنيا جات لي انتكاسه مرض ورم، ودخلت عملت عمليه وحصل استئصال لجزء كبير من الامعاء. لا ما اقعش، والله ما هقع. وخدت البراند بتاعي وطلعت بيه بره مصر وكبرت الموضوع، وعندي دلوقتي برانش في جده في السعوديه ما شاء الله. وبعد خلافات رهيبه بيني وبين زوجي رجعنا تاني لبعض ومكملين. هو كان يعني في خلاف بسبب ايه؟ الغيره. الغيره. ان انت مصممه على الشغل؟ لا خالص، ده هو سبورت جدا 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 ليا في الشغل. ودايما هنا نشوف ان الرجاله كلها مش زي ما بيطلع انه معظم الرجاله ما بتقفش جنب الستات، لا في جزء تاني طيب بما ان انت سترونج اندبندنت جدا تشجعي الناس ان هم يكونوا سترونج اندبندنت؟ لا خالص. لا خالص. بصي اصل الستات واخدين سترونج اندبندنت وومن بطريقه مختلفه. ان هو الشنبات انا هركب شنبات زي الراجل. الست ست والراجل راجل. ما فيش حاجه اسمها، وما فيش ست نفسها تتمرمط وتتبهدل وتتعب، بس هي نفسها تثبت نفسها. انا مش قليله، بس هي الفكره انه بنحملها زياده عن طاقتها، فبتلاقي نفسها بقت راجل وتيجوا تقولوا الستات مسترجله ليه. يعني معظم اللي بيبص سترونج اندبندنت وومن ان انا مش محتاجه راجل، هو حتى ان انا امراه حره مستقله، فانا مش لازم يبقى موجود في حياتي، فانا هعمل كل ده. امراه حره مستقله ده عشان الماديات والقوه والبرستيج. مين ست ما بتحبش تسكن الى زوجها في الاخر؟ لا هو انا كلنا عايزين نتدلع بس يعني اكيد. هي لو المعادله اتفهمت ان مش معنى ان انا اكون سترونج اندبندنت واكون قويه ومستقله. يعني انا استغربت ان انا هلاقيكي تقولي الكومنت ده، لان انا شايفاكي ناجحه وناجحه في شغلك والحمد لله، يعني في علاقتك بزوجك. فانا كنت هقول ايه يعني يخليكوا سترونج، لقيتك رافضاه. لا خالص تماما. انا نفسي كل الستات يبقوا سترونج وكل حاجه وتبقى قويه وعارفه، بس مش مستقله. بس مش مستقله انها تبقى الون لوحدها، ده ضد الطبيعه وضد الفطره. بس في نفس الوقت مفيش حاجه تكسرك. بصي في قاعده اسمها مفيش ابديه. مفيش ابديه، لا زوج دايم ولا صحه دايمه ولا فلوس دايمه، كده هو مفيش ابديه. حبي وموتي فيه، بس خليكي عارفه ان ممكن تفرقي. اشتغلي على قد ما تشتغلي، خليكي عارفه ان ممكن تقعدي. عيشي بصحتك بس ممكن ترقدي، عشان انا مريت بكل دول. فما فيش ابديه، بس في نفس الوقت خليكي سترونج. ما حسيتيش في لحظه من لحظات الضعف اللي انت قابلتيها اكتر من مره في حياتك؟ كتير. انا انتهيت. كتير، كلنا بيحصل لنا لحظات ضعف، انا خلاص مش ده اصعب موقف في حياتي وما مرش عليا اسوأ من كده. بالظبط. بيجي اسوأ وبيجي الاسوأ وبيجي الاسوأ يقول لك شفتي انا اهو. انا الاسوأ بقى. لا طبعا، بس دايما بستعين بالله في الاوقات اللي زي دي. وفي كده حاجه بقولها لنفسي، انا عند ظن عبدي فيه، فدايما عندي حسن ظن في ربنا. هتعدي يا تسنيم، هذا الوقت سيمضي. كنت عامله قبل كده كوليه مكتوب عليه هذا الوقت سيمضي، فيجي الحلو اقول هيمضي فاتبسط، ويجي الوحش اقول هيمضي فاقدر اكمل. طيب انت بتقولي ان انا فاتحه براند في السعوديه. انا عارفه ان السعوديه، اللي انا ليا صحابي كتير هناك، ان البراندات هناك كتير، وان في ناس اصلا سعوديات بيعملوا براندات، وان انت بتنافسي في سوق قوي. دي حقيقه، مش بتنافسي في سوق ضعيف خالص. يعني السعوديه هناك الاكسسوارز والكلام ده مش اي حاجه. احنا غير يا منى، احنا غير. احنا الستات المصريات بالديزاينز بتاعتنا المميزه المختلفه. انت بتعملي بيس مختلفه بتخاطبي بيها عقول مختلفه. يعني لما تدخلي الثقافه الفرعونيه مع الثقافه الاسلاميه، فتطلعي قطعه فيها هلال مع جعرانه ولون معين وحجر كريم، فهي بتقف قدام البيس تقولك لا يعني غير. هم مميزين وعندهم السوق السعودي اتفتح، بس انت بتفرضي نفسك بشغلك المختلف. كتير انا بشوف كتير قوي، حتى السعوديات دلوقتي بقى عندهم ان هم يقدروا ان هم يشتغلوا وينزلوا السوق. دي حقيقه، دي حقيقه. انت تروحي لهم وتثبتي نفسك، ده تحدي. دي حقيقه، انا احب التحديات قوي. انا الكومفورت زون مش مكاني. مع ان شي ان يعني كتير قوي من الناس اللي هم روح شي ان واجيب الحاجه. انت عارفه انا بجيب حاجه شي ان؟ ما انا عارفه، عشان اوريهم الفرق. ليه زميلي هناك بيجيب لي حاجه شي ان انا لا ده انا بجيب حاجه شي ان واحط الايتم بتاعتي جنبها واقول لها عارفه فرق الكواليتي دي، هتعرفي فرق الثمن. فاهمه؟ اللي تستخدم شي ان وتلبس حاجه من عندي تعرف الفرق.
انا عارفه لأن عارفه أنا مرة اللي كنت بيخدم الطبخه. هقول لك، انا خدت منك سلسله قبل ما اخد الحاجات التانية، فكنت بتوضى فوقعت في الحوض. انا كنت اوكي. بحبها قوي قوي. خلاص لقيتها كده. وقعت، يا خساره دي باظت، يا لقيتها شغاله، ايه ده اه بتنور وكويسه عادي وبتلمع جدا. وما فيش فيها حاجه. ده اللي شدني ان انا اجيلك. فانتي بتعملي ايه؟ هل انتي بتحطي ماده بطفي معينه كله. بتطليه انا بحاجه؟ حتى لو جايبه بيس ستانلس او كده استيراد علشان لا تقشر ولا تغير، وحتى الحجر بنحاول نجيبه شبه كريم او كريم علشان ما يقشرش او ما يغيرش. على قد ما بتدي لشغلك وبتخدميه، على قد ما بتلاقي الفيدباك جايلك من الكلاينت. ولو حصل في ايتم باظت منك، وقعت، اتكسرت، انا بعمل استبدال، استرجاع. دايما 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 ماشيه مبدأ ان لازم ارضي الكلاينت. انا عايزه يعيش معايا العمر كله، مش عايزه اخد منه بيعه. بتفكري لقدام. دايما. طب في نهايه حلقتنا كده، وبما ان انتي مرحه ولذيذه وجميله، تنصحي بايه اي حد حصل له مثلا انتكاسه في حياته او حصل له فشل عاطفي او يعديها ازاي؟ هما ال3 حاجات. استعيني بالله ان الدنيا مش هتقف، هي كده كده الدنيا مكمله، بيكي مكمله ومن غيرك مكمله، فلازم تقفي على رجليكي. تاني حاجه، دوري جواكي بتحبي ايه وكبري. ما تقفيش وتقولي انا فاشله، لو كنتي فاشله ربنا ما كانش خلقك في الدنيا دي. بيخافوا من الوقوع. ما تقعي، ايه المشكله؟ هو اصلا الوقوع ده بنتعلم منه، ما ما نقع. هو يمكن في اعتقادهم ان انا لو دخلت في شغل ما هقع. هل انتي حصل لك دروبات في شغلك برضو؟ الاستمراريه. انا اول ايفنت نزلته في حياتي دفعت فيه، ما كسبتش منه، ما كسبتش منه جنيه. بس مصممه ان انا اكمل. هو الاستمراريه، السعي ربنا بيجازينا عليه، هي الاستمراريه. فكره انك تقعي يبقى انت كده انسانه ما عندكيش طاقه، الطاقه مش هتجيلك غير لو انت اديتيها لنفسك. خليكي ايجابيه، ومهما وقعتي. انا عديت بطلاق وبسفر وبمرض وانتكاسات في الشغل ماديه، بس مكمله. مش عسل قوي. ميرسي يا منى. والله العظيم جميله، يعني كتله من الطاقه والتفاؤل. عارفه انت الناس اللي هي طاقتها ايجابيه فتشع كده، طاقه هو ايجابيه. ده بنقول الحمد لله ونضحك ونكمل وخلاص. اصل جميله يعني قوي. هنعمل ايه؟ لا بجد انا اتبسطت قوي معاكي يا تسنيم، وقد وأنا ايه انت كمان. جميله وروحك حلوه. ميرسي يا منى. شرفتيني يا قلبي. اتشرفت بيكي. كل متابعينا اتمنى النهارده ان حلقتنا تكون عجبتكم، والطاقه الحلوه اللي انا خدتها منها دي تكون وصلت لكم. وانتظروني في فقره جديده وحلقه جديده في بودكاست أصدق كده.